السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد والطلب مني كتير قوي احنا ازاي نروب اللبن في الشتاء. وطبعا انتوا عارفين انا عملت الفيديوهات دي كتير قوي، ولكن مش مشكله، هكرر برضو علشان خاطركم وعلشان اللي ناقصه معلومه او واقع منه معلومه يتذكرها، وان شاء الله يطلع احسن حاجه من تحت ايده. تعالوا كده النهارده سريعا هنشوف الفيديو بتاع النهارده، سهل وبسيط. ترويب اللبن يا جماعه في البيت مفيش اسهل منه، وكمان نظافه وحاجه كده انت ضمناها بايدك. عشان تلاقي حته قشطه طازه كده تاكليها وحته جبنه لو انت هتاكلي او هتاكلي اولادك او هتعملي مشروع برضو يكون متاح بالنسبه لك، ويكون الموضوع سهل جدا مش صعب. احنا النهارده كده هنعمل فيديو عادي، وان شاء الله الفيديو الجاي هرد على اسئله كتير قوي، لان جالي اسئله كتير جدا مش عارفه والله هرد عليها في الكومنتات. عايزه اعملها فيديو مخصوص علشان يعني يبقى الرد باستفاضه، وصاحبه السؤال تستفاد منه او يعني تفهمه بشكل واضح، ما يكونش مثلا مجرد تعليق. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا بجيب اللبن طازه كده بيجيلي من الفلاحين. فاللبن زي ما انتم شايفين ولا اتحط في التلاجة ولا اتحط في الفريزر ولا اي حاجه، ايه ده؟ الخطوات من اولها لاخرها. اللبن جاي فضيته ايا كان بقى، هتحطيه في بلاستيكايه، في حله المونيا، في حله ستيل، مفيش مشكله خالص. هو كله على فكره بيدي نفس النتيجه من بعد الطاجن هو افضل حاجه، ولكن بعد كده كله واحد، مفيش يعني مفيش فيه يعني فرق كبير. هنا بفضي اللبن بتاعي تكون الوعايه نظيفه كده ومتنشفه، ما يكونش فيها بواقي ميه، وبعدين بحط اللبن بتاعي على الرخامه لحد ما يروب. طبعا في الشتاء ده انا سيبته حوالي 3 ايام، هو ممكن يقعد اكتر من 3 ايام، بس انا عندي دفايه، حطيت الدفايه كده في الاوضه يوم، فسرع من التدفئه بتاعته او الترويب بتاعه، واخد 3 ايام بالظبط. عشان كده الوش بتاعه زي ما هو مش مغير ولا اي حاجه. فانا الفيديو اللي قبل كده وضحت وقلت يا جماعه اللبن اللي عنده راب ما ربش وعايز يشيل الوش بتاعه، في اليوم الثالث يشيل الوش ويسيب اللبن يروب براحته. يعني في الفيديو اللي قبل ده برضو موضحه نقطه مهمه جدا للي حابب يدخل يشوف الفيديو. طبعا هنا شلت الوش اهوت، كان اللبن راب ما فيش مشكله، بس انا مش هعمله جبنه دلوقتي، هعمل معاكم جبنه من وش شايلاه قبلها بيوم واتنين. طبعا هو هنا كده زي ما انتم شايفين اللبن بعد ما راب بعد 3 ايام، انا حطيته في التلاجة علشان اشيل وشه. بس هنا عايزه اقول لكم اللبن برضو بيختلف يا جماعه شويه. اللبن عشان الناس بيجي لها اسئله كتير، شايفين الوش بتاع القشطه مش زي الاول. انتوا فاكرين القشطه وش اللبن كان بيجي لي عامل ازاي الاول؟ دلوقتي بيرجع للاكل بتاع يعني اللي بياكلوه. بيقول لك يعني مثلا تيجي تساليهم اللبن خفيف شويه، يقول لك والله من الاكل احنا ما بناكلش علف، ما بناكلش رده، احنا يا دوبك على شويه الدراويه ولا مش عارفه شويه البرسيم. فطبعا ده ما بيديش دسم زي الاول، الاكل عاد غالي. وتيجي لو قلت لاي واحد تقول لك احنا هناكل العيال ولا هناكل البهايم، هم بيقولوا لي كده والله، اقول لكم نفس اللي بيحصل. فيعني بنقل لكم الصوره يعني مش اكتر. ففي الاول والاخير لازم اقولك ان لازم ترجعي للبن يكون نظيف. اللبن لو نظيف المشروع بيبقى معاكي 100% وبيكسب مكسب كويس. اللبن اهم حاجه. طبعا هنا شلت وش اللبن، وش القشطه اهو شلته هركنه. بصوا اللبن مش رايب الرايبه الكامله، يعني انا ما ينفعش اعمله جبنه دلوقتي اصلا، هيجري مني في الحصيره. دي رايبه شويه عن التانية شايفين اهو، بس برضو انا مش هعمله حالا. يعني بصوا ده رايبه حبه ودي ما ربطش شويه، يعني على حسب بقى، مع ان سبحان الله اللبن كان واحد. طيب هنا يمكن واحده كانت جنب الدفايه شويه عن التانية، انا هركنهم وهعمل اللبن اللي انا فضل اهو. زي ما بقول لكم انا اللبن ده راب، شلت وشه وسبته كمان يومين، يعني سبته يعني رب في يومين او 3 وشلت وشه، وبعدين عملته بعد يومين عادي، ما تقلقيش. احنا في الشتاء بعكس الصيف خالص. هقول لكم دلوقتي الصيف كنت بعمل ايه سريعا عشان اذكركم برضو. طيب هنا انا حطيت له ميه سخنه، وانتوا عارفين طريقتي ان انا بحط ميه سخنه لان هي دي احلى طريقه. وزي ما انا قلت لكم في فيديوهاتي كلها، الميه السخنه يا جماعه بتصمت اللبن بتاعك. يعني الاول كانوا اهالينا بيحطوا الشاليه في الفرن عشان يقولك اللبن يتصمت شويه علشان ما ينزلش من الحصيره، وفي نفس الوقت بتخلي حته الجبنه متماسكه، وبرضو بتديها عمر اطول. وبرضو بتشيل حته الجبنه، اولا متماسكه جدا، ثانيا دسمها فيها، ثالثا مش بتنزل بقى منك في الحصيره وبتبهدلك يعني، وبيبقى ليها عمر اكتر يعني. ورابع حاجه والافضل او الاهم
ان هي ما بتغيبش معاك في الحصيره، مش بتقعد يوم واتنين في الحصيره. زي ما انت شايفه الحصيره بتاعتك تكون ناشفه مغسوله متشمسه كويس. وبعدين تجيبي اللبن بعد ما تحط عليه الميه بنص ساعه. الميه تكون في الشتاء انا بغليها مثلا دول وليكن 6 كيلو، بحط لهم لتر ميه سخنه مغليه من الكاتل. بسيبها بقى شويه كده على الحوض الصف على مهله، لان انا لو شلتها الوقت مباشر هتلاقي شويه راحوا كده وشكر هينزلوا من الحصيره على الحوض. يعني انا بسيبها بقى براحتها كده يا جماعه. بصوا اهي، شويه شمال شويه يمين، اروح شويه وارجع، اشرب كوبايه شاي واجي. ما بحبش الشاي على فكره، بحب القهوه بس. فايه وبعد كده بقى ايه اعصر حبه، وبعدين اقوم حاطه الملح ومعلقه الحصيره بتاعتي زي ما انتوا هتشوفوا كده. حلو كده الكلام حلو. بعدين بتفضل 3-4 ساعات، وبعدين بقطعها طريقه سهله ومفيش اسهل منها. حته الجبنه متماسكه ماسكه في بعضها، برضو طعمها حلو قوامها حلو. بتديكي طعم القشطه، يعني بصي هي بتديكي طعم القشطه حرفيا كده. في الصيف بقى يا جماعه اللي كنت بقول لكم عليه، والنقطه اللي كانت مهمه ان في الصيف اللبن يروب من هنا، انت تعمليه جبنه من هنا علشان ما يشغطش منك. عكس الشتاء شيلي الوش وسيبيه يوم وسيبيه 2 وما تقلقيش عليه خالص. احنا اصلا الدنيا ساقعه. في الصيف كنت بحط اللبن في التلاجة، في الشتاء ما بحطوش في التلاجة قبل الترويب خالص، يعني بسيبه يروب منه لنفسه. وبعدين بحطه شويه، والله لو الوش شادد هعرف اشيله من غير تلاجة بشيل الوش. ما هو شادد معايا وحاسه ان هو مش عارفه اشيله كده، بحطه شويه القشطه تتماسك وبعدين بشيلها. طبعا انا ما عملتش اللبن زي ما انتم شايفين، عملت لبن غيره خالص، وهتشوفوا اللبن الوقت اللي انا شايله وشه لسه موجود. حته الجبنه زي ما انتم شايفين اهي ما شاء الله عليها، يعني والله حلوه قوي طعمها جميل يعني. وانا مش من عشاق الجبنه القريش، بس هي الجبنه القريش بتاعتي فعلا حلوه يعني. انا من عشاق الجبنه المعمل اللي انا بعملها، الجبنه المنفعه. زي ما انتم شايفين الجبنه حلوه قوي ما شاء الله. حابه تبيعيها، حابه تاكليها، حابه تعملي فيها اي حاجه اعملي فيها كل حاجه. الجبنه معاكي زي الفل وصنع ايدك. وده اللبن اهو بعد زي ما هو. اللبن اهوت ما عملتوش، هسيبه لتاني يوم هعمله جبنه يعني مره تانية. طبعا ولا حد حط لي لايك ولا حاجه، وكل مره بنسى اقول لكم حطوا لي لايك. حطوا لي لايك يا جماعه، واكتبوا لي كومنت حلو، واكتبوا لي اسئله كتير اليومين الجايين، لان انا هنزل لكم فيديو بكره او بعده وهقول لكم كل الاسئله فيه. شايفين حته الجبنه مظبوطه وسليمه 100%. لو حابين اعمل لكم اي فيديو والله قولوا لي عليه، قولوا لي اعملي لنا مثلا فيديو عن كذا وانا هعمله على طول باذن الله. عندي اللبن على طول متوفر الحمد لله، الخير كتير. القناه مليانه فيديوهات حلوه قوي هتعجبكم، فيها مش وجبنه ومرته وكل حاجه، اتفرجوا عليها هتعجبكم قوي. ما تنسونيش. امان عليكم، حطوا لي لايك علشان القناه تكبر بيكم، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.